اصبحوا اعضاء مجلس اداره في اتحاد الكوره. هقول بس الارقام والاسماء بالظبط للناس اللي نجحت النهارده. وكان في يعني قائمه المهندس هاني ابو ريده كلها نجحت النهارده ما عدا دكتور كرم كردي، ودي مفاجاه، واللي دخل مكانه الكابتن خالد لطيف. لكن نقول كل حاجه بالارقام. في رئاسه اتحاد الكوره الاستاذ جمال علام 110 صوت. الكابتن حسن فريد هو اعلى الاصوات في اعضاء مجلس الاداره او الانتخابات على العضويه، كان 143 صوت. في المركز الثاني الحاج محمود الشامي 138 صوت. الاستاذ احمد مجاهد في المركز الثالث في عضويه مجلس الاداره 136 صوت. الاستاذ ايهاب لهيطه المركز الرابع 124 صوت. الكابتن حماده المصري 116 صوت. الكابتن عصام عبد الفتاح 113 صوت. الاستاذ سيف زاهر 110 صوت. الاستاذ مجدي المتناوي 101 صوت. واخيرا الكابتن خالد لطيف 98 صوت في المركز التاسع. وخروج الدكتور كرم كردي، ودي مفاجاه من قائمه المهندس هاني ابو ريده، او القائمه اللي كانت بيرقصها المهندس هاني ابو ريده قبل ما يعني يستبعد من انتخابات اتحاد الكوره. على مقعد النساء الدكتوره سحر الهواري باكتساح 127 صوت. دول اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، والاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره. استاذ جمال، اول حاجه عايز تعملها ايه؟ اول حاجه احنا كلمتنا قبل كده ان انا قبل الانتخابات، فقلت ان احنا ان شاء الله عايزين يعني ان احنا نلم الشمل بتاع الرياضيين كلهم على المستوى الرياضي، سواء مدربين سواء رياضيين سواء اعلاميين سواء صحفيين، كل عناصر اللعبه بما فيهم الجمهور ان شاء الله. ان احنا نقعد نقول احنا فين. احنا اصبحنا دلوقتي بعيد خالص من الكره المصريه اللي كانت ايام زمان اللي احنا كنا بنتكلم فيها وبنتغنى عليها يعني. فالنهارده اصبحت الكره المصريه في مسار بعيد خالص سواء افريقيا او عالميا. ده بسبب ان احنا التناحر الكتير سواء من المدربين او الجمهور او التنافس الجماهيري قصدي او كل حاجه في عناصر اللعبه، زائد التخوين اللي موجود في الصحافه والرياضه. لو ان يعني كل ده عايزين نلمه، اعلام سواء الاعلام، لان ده كله في مصلحه الكره المصريه في الاخر. فان شاء الله باذن الله دي اول حاجه يعني عايز تعمل جلسه كده تدعو الجميع للهدوء بالظبط والعمل لمصلحه الكره المصريه بالظبط. ويسيبوا بقى المجموعه اللي داخله، مجموعه الحمد لله كلها ناس محترمين كلهم، وكل المرشحين برضو بكن ليهم كل الاحترام لانهم كلهم محترمين. بس الجمعيه العموميه الحمد لله يعني قدرت تقول كلمتها وتنجح المجموعه اللي هي متناسقه مع بعضها. اثق فيهم ان شاء الله باذن الله، وعارف ان هم جايين اساسا عشان يخدموا الرياضه المصريه. فان شاء الله باذن الله نبقى تيم ورك واحد ونقدر البرنامج المحطوط لازم ننفذه ان شاء الله. طيب استاذ جمال، عندك يعني اختبار صعب جدا في بدايه توليك لرئاستك لاتحاد الكره المصري، وهو عوده الدوري الممتاز. كان محدد ان الدوري الممتاز يبدا يوم 17 اكتوبر. النهارده كام؟ 11. النهارده 11، يعني بعد 6 ايام، مفروض يوم الاربعاء القادم. وده اختبار صعب لحضرتك. النهارده الالتراس في مظاهره محتاجين على عوده الدوري الممتاز، وبيطالبوا ان الدوري الممتاز يتاجل لغايه حكم المحكمه في قضيه بورسعيد. يعني برضو الدوري العام هو متنفس لعيبه الكوره والمدربين في جميع الاقسام، مش في الدوري الممتاز بس. هتعمل ايه في القصه دي؟ اولا هو بالنسبه لعوده الدوري ده قرار اتاخد من الدوله، فمفروض ان الجميع كله يلتزم بيه عشان خاطر برضو الوضع بتاع الدوله والهيبه بتاعت الكيان بتاع الدوله. انا واثق ان شاء الله باذن الله كل الجماهير الموجوده سواء على الجروبات الموجوده في كل الانديه اكيد 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 ان هم عايزين يرفعوا شأن مصر وشأن الكره المصريه، ويحسسوا برضو البلد بره في امان. هم ليهم مطالب معينه، المطلب المعين هم خاص بشهداء. فان شاء الله باذن الله احنا الموضوع ده موضوع موجود في القضاء. القضاء ان شاء الله بيقول كلمته سواء النهارده او بكره او بعد، بس دي بتاخد وقت اللي هو المحدد بتاع القضاء. فان شاء الله باذن الله يتقال كلمتهم. بس هم مستعجلين قوي يعني الحكم حتى لو طلع مستعجل مين هيطلع مش حكم الجماهير فلو طلع برضو حتى الحكم هيطلع يعني انا شايفه انه هيبقى سريع
ممكن يبقى حكم يعني المدان فيه الحقيقي ممكن ما يظهرش. فلازم العداله لا بس اكيد المحكمه والقضاء مش هيدي حكم غير لما تاخد وقتها المحكمه، سواء عقوبه او براءه. يعني ما نقدرش النهارده نستعجلهم عشان خاطر ياخدوا قرار بسرعه عشان خاطر ينفذوه. لازم ياخدوا فرصتهم القضاء، ولازم يبقى واحنا واثقين فيهم كمان. يعني بالنسبه لازم كمان والالتراس اساسا برضه واثق في القضاء. هو بس مستعجل لان ليه اخوه اللي جنبه جاره وزميله صاحبه، حاسس ان هو يعني مش موجود معاه، فعايز ان هو يعني يقول ان احنا لما نشوف ليهم القصاص بتاعهم نبتدي نطلع. لا انا بقول لهم يعني يا ريت يحطوا ايديهم مع ايدين اتحاد الكوره، وتقام المباراة الدوري ان شاء الله في موعدها بدون جمهور برضو في البدايه، لغايه ما يطلع في القصاص اللي هم ان شاء الله يكون مريحهم نفسيا. يعني الدوري هيبدا يوم 17 اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ده كلام من حضرتك كرئيس لاتحاد الكوره بقى، خلي بالك دي اول تصريحاتك وهتتاخد دلوقتي على المواقع الرياضيه وفي يعني بياخدوا الكلام ده ان حضرتك على لسان الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره. الدوري فيه موعده يوم 17 اكتوبر القادم ان شاء الله باذن الله، بتعاون كل الجهات الموجوده كمان ان شاء الله. ايه رايك في بما فيهم الالتراس كمان اكيد ان شاء الله هتقعد معاهم وتتكلم؟ لازم نقعد معاهم. انا طالب، انا قلت فاتح ايديا ليهم يجوا نتحاور معاهم ونشوف هم طلباتهم طلبات مطلوبه هي كلها قضاء، يعني مش مطلوبه فيها حاجات تاني. انا قلت ان احنا نقعد مع اسر الشهداء ونشوف ندعمهم ازاي معنويا مش ماديا. المعنوي يعني الا اذا كانت هتسبقني اي جهه تاني، فانا شايف وزاره الرياضه برضو اجتمعت مع بعض اسر الشهداء، وان شاء الله في طريق برضو ان هو يريحوهم بالطريقه المعنويه اللي هم محتاجينها ان شاء الله. طيب يعني النهارده المجموعه اللي نجحت كلهم طبعا ناس محترمين، ناس افاضل، كابتن حسن فريد، حاج محمود الشامي، الكابتن احمد مجاهد، الاستاذ ايهاب لهيطه، كابتن حمد المصري.